تفتكر هل تقدر تدخل للإنترنت من أي دولة في العالم غير الدولة اللي أنت عايش فيها؟ تدخل لمواقع مقفولة لو أنت عندك شغل فيها، تتابع أسعار منتجات في دولة تانية، أو حتى تشتغل من أكتر من حساب في نفس الموقع من غير ما يتم حظرك. النهارده هكلمك عن موقع بيقدم لك كل الخدمات دي وبطريقة بسيطة جدا. في الفيديو ده هرشح لك موقع داتا امبيولس، هقول لك هو بيعمل إيه وإيه مميزاته وإزاي أي شخص يقدر يستفيد منه حتى لو مش خبير في التكنولوجيا. فلو أنت مهتم بالموضوع اعمل فنجان قهوة وخلينا نبدأ، بس ما تنساش احنا في القرن ال21، من حق افهمك وحق تكون فاهم. يلا بينا. يعني ايه داتا امبيولس؟ موقع داتا امبيولس بيقدم خدمه اسمها بروكسي. ببساطه دي اداه بتخليك تدخل على الانترنت بعنوان اي بي مختلف عن العنوان بتاع البلد اللي انت عايش فيها. يعني تقدر تدخل على الانترنت كانك من امريكا او فرنسا او اي بلد في العالم، وده يفيدك في حاجات كتير جدا. زي مثلا في بعض الناس شغاله في التجاره الالكترونيه وبتكون محتاجه تدخل على مواقع لمتاجر في امريكا علشان تتابع اسعار المنتجات اللي موجوده في المتجر ده، ولكن المتجر ده بيتيح بس للناس اللي في امريكا هي اللي تدخل وتقدر تشوف المنتجات بتاعته. وبالتالي لو انت عايش في اي بلد تانية غير امريكا فانت مش تقدر تدخل على الموقع ده. خدمه البروكسي دي بقى هتخليك تدخل على الموقع ده بعنوان اي بي كانك في امريكا بالظبط. دي ببساطه فكره البروكسي. فانت تقدر تستخدم الخدمه دي في انك تجمع بيانات او تتابع اسعار منتجات معينه في اي بلد انت عايزها. وده مش بس للناس اللي شغاله في البرمجه او التحليل، لا ده كمان مفيد للناس العاديه اللي بتستخدم الانترنت بشكل عادي. طب ايه هي مميزات منصه داتا امبيولس؟ المنصه دي فيها مميزات قويه جدا، وخليني اقول لك على اهمها. اول ميزه ان عندهم انواع كتير من البروكسيز. في بروكسي السكنيه، دي بتخليك تدخل على الانترنت كانك من بيت في اي دوله مختلفه عن الدوله اللي انت عايش فيها، وعندهم داتا سنتر سريعه جدا ومناسبه لجمع البيانات بسرعه. وفي بروكسيز خاصه بالموبايل، بتخليك تدخل للانترنت من عنوان اي بي لموبايل في دوله تانية. تاني ميزه ان في اكتر من 195 دوله متاحه في الموقع، منها مصر والسعوديه وامريكا والمانيا وفرنسا. يعني عندك حريه كامله في انك تختار الدوله اللي انت عايز تدخل منها الانترنت. تالت ميزه سرعه واستقرار ممتازين جدا، اقل من 50 ملي ثانيه تاخير، و99.9% تشغيل مستمر. وعندهم لوحه تحكم سهله وبسيطه، تقدر تدير كل حاجه من مكان واحد حتى لو اول مره تستخدم خدمه زي دي. وكمان في توجيه جغرافي دقيق جدا، يعني ممكن تختار الدوله او مدينه جوه الدوله، او ممكن كمان تختار الزد اي بي كود او الرمز البريدي. اكتر سؤال جه في بالك دلوقتي، طب انا مش مبرمج ازاي اقدر استفاد من الخدمه دي؟ خلينا اجاوبك بامثله بسيطه. لو شغال في التجاره الالكترونيه فانت هتستفيد بالخدمه دي في انك تقدر تفتح متجر الكتروني ليك في اي بلد تانية غير البلد اللي انت عايش فيها. دي حاجه. الحاجه التانية انت ممكن تتابع اسعار زي ما قلت لك المنتجات بتاعت المتاجر اللي في بلاد تانية اللي المواقع بتاعتها مش مفتوحه غير للناس اللي عايشه في البلد اللي هم فاتحين فيها، عشان تشوف الجديد في المنتجات وممكن تبتكر فكره جديده في التجاره بتاعتك، او حتى على الاقل تقدر تسعر المنتجات بتاعتك بشكل دقيق. وده طبعا هيساعدك في الدروب شيبنج والافيليت ماركتنج والتجاره الالكترونيه وغيرهم. تقدر تفتح اكتر من حساب في نفس الموقع لاي موقع بقى من غير ما يتم حظرك. ودي ميزه مهمه جدا، لان في ناس بتكون عايز تفتح اكتر من حساب لموقع واحد، ولكن الموقع بيكون مانع انك تقدر تفتح اكتر من حساب على نفس العنوان الاي بي بتاعك، وبالتالي بيتم حظر الاي بي بتاعك كله. فانت تقدر تفتح اكتر من اكونت في نفس الموقع باستخدام ميزه الاي بي بروكسي اللي هيخليك تفتح الاكونت بعنوان اي بي مختلف في بلد تانية. ولو انت شغال في تطوير التطبيقات فانت تقدر تستخدم الخدمه دي عشان تختبر التطبيق اللي انت بتعمله من اي بلد تانية. ولو مهتم بالخصوصيه ومتضايق من حته ان الاي بي بتاعك بيتم تتبعه، فتقدر تستخدم الخدمه دي في انك تغير العنوان بتاعك وانت بتستخدم الانترنت. يعني باختصار سواء كنت شغال على الانترنت او حتى مستخدم عادي هتلاقي فايده حقيقيه من الخدمه. طب ايه هي خطط الاشتراك والاسعار؟ الميزه الحلوه جدا في داتا امبيولس ان الاسعار مرنه وبتدفع على قد استخدامك. البروكسيز السكنيه بتبدا $1 لكل 1 جيجا، وبروكسيز مراكز البيانات ارخص شويه بتبدا بنص دولار لكل 1 جيجا، وبروكسيز التليفون اعلى شويه بتبدا $2 لكل 1 جيجا. وفي كمان خطط شهريه بتبدا من 5 جيجا، وفي خصومات لو انت استخدمت اكتر من 1000 جيجا. والميزه الحلوه قوي في الحته دي ان مفيش رسوم شهريه اجباريه. يعني انت مثلا اشتركت في البروكسيز المحموله وخدت 50 جيجا، ال 50 جيجا دول هيفضلوا عندك في الاكونت لحد ما تخلصهم كلهم استخدام للانترنت. مش هيجوا مثلا بعد 30 يوم ويقول لك ان ال 50 جيجا راحوا عليك وتقدر تشترك من جديد. ال 50 جيجا بيروحوا لما تخلصهم كلهم على الانترنت. ودي الواجهه بتاعه الموقع. دي الواجهه بتاعه موقع داتا امبولس. اول لما تفتح اللينك اللي انا هسيبه لك في الديسكربشن هتلاقيه طلب منك الايميل والباسورد، ولكن انا عشان كنت مسجل قبل كده فانا هسجل بطريقه سهله. طبعا هتدخل الايميل والباسورد بتاعك وتدوس ساين اب. واول لما بتفتح الاكونت بتاعك على موقع داتا امبولس بيدخلك على البيج بتاعه الداشبورد، دي اللي بيتبع منها الترافيك اكسترا ترافيك او الترافيك الفلوس بتاعه الترافيك اللي انت دخلت منه. طيب لو انت لسه ما اشتركتش في البروكسي بتاعك او لسه ما حطيتش اي حاجه، فتقدر ان انت تشترك عن طريق ان انت بتدوس اد نيو بلان، وبتختار نوع البروكسي اللي انت عايز تشتريه عشان يكون معاك عدد جيجات معينه عشان تقدر تتصفح بيها الانترنت
في طبعا زي ما قلت لك بروكسيز سكنيه، وفي الداتا سنتر بروكسي، وفي موبايل بروكسي، وفي بريميوم ريزيدنشال بروكسي اللي هي الاماكن السكنيه المحدده. يعني انت لو عايز تدخل على مكان سكني او بيت معين في امريكا، تقدر ان انت تدخل من البيت دوت للانترنت. طبعا هتختار الحاجه اللي انت عايزها، زي مثلا انا هختار الموبايل بروكسي، وتبدا تختار هنا الجيجا بايت. انت مثلا انا لو هتاخد جيجا واحده زي ما قلت لك هيبقى ثمنها 2، هيبقى ثمنها $2. لكن هنا المينيمم جيجا بايت اللي لازم تشتريها في خانه الموبايل بروكسيز لازم تكون 2 جيجا ونص، والبرايس بتاع كل جيجا ب $2، يعني التوتال هيكون $5. بعد كده تدوس بروسيد وتشتري الموبايل بروكسي. طيب انا اشتريت البروكسي السكنيه. طيب تعرف منين انت معاك قد ايه او كام جيجا من البروكسي اللي انت اشتريته؟ هتدخل على الخانه اللي هي في خانه البرودكتس، تدخل على الريزيدنشال برودكتس اللي انا اشتريته، والبلان واحد، دي البلان اللي انا اشتريتها. انا اشتريت 5 جيجا. طبعا استخدمت منهم حبه، ولكن انا قلت اعرفك ازاي هنستخدم البروكسي ده. طيب قبل ما تعمل اي حاجه هو بيكون مديك البروكسي اكسس بتاعك اللي هو اللوج ان والباسورد والبروكسي هوست والبروكسي بورت. هقول لك ازاي تستخدم كل ده وازاي تحطهم في الجهاز بتاعك. طيب الديفولت تارجتنج الكانتري اللي انت عايز تدخل منها، انا مثلا لو عايز ادخل من يونايتد ستيت اللي هي امريكا، وبختارها وبدوس سيف كونفيجريشن. ولكن انا عايز الموضوع يكون سبيسيفيك اكتر ومحدد اكتر، فانا هعمل التارجت فلترز وهبدا احط كذا حاجه. اول حاجه انا حطيت اليونايتد ستيت دي الكونتري اللي انا عايز ادخل منها. تاني حاجه حطيت جورجيا دي البلد اللي انا عايز ادخل منها، وحددت بلد جوه جورجيا اسمها ديكاتور، و هدوس سيف كونفيجريشن. طبعا في حاجه، هو المسج دي بتقول لك ان طالما انت بدات تحدد بطريقه محدده اكتر المكان اللي انت عايز تدخل منه، فده هيستهلك معاك انترنت اكتر. فانا قلت له كونفيرم، تمام جدا. طيب قبل ما افعل البروكسي على الجهاز بتاعي خليني ادخل على موقع HPO، خلينا نشوف هيعمل ايه. طبعا زي ما انتم شايفين انا عشان قاعد في مصر، فالموقع ماكس مش شغال عندي هنا في مصر، وبالتالي انا لازم افعل VPN او بروكسي عشان اقدر ادخل على الموقع ده. طيب خلينا ندخل ونعرف ازاي بنفعل البروكسي. بتدخل على الجهاز بتاعك، سيت اب، تحط السيت اب. انا طبعا حاطط الاي بي ادرس بتاعي وحاطط البورت ودوست، كنت حاططهم طبعا من الاكونت، موجودين هنا هم البروكسي هوست والبروكسي بورت. طبعا هتحطهم هنا في البروكسي اي بي، هتحط البروكسي هوست والبورت اهو، وتدوس اون وتدوس سيف. كده انت فعلت البروكسي. طيب انت عندك دلوقتي اللوج ان والباسورد، دول هتحطهم لما تيجي تدخل على اي موقع بعد ما فتحت البروكسي على الجهاز بتاعك. طيب خلينا نفتح ال HPO Max من تاني. بعد طبعا هنا طلب مني اليوزر نيم والباسورد، فخلينا نحط اليوزر نيم والباسورد. انا كنت حافظهم هنا، كوبي، ادي اليوزر نيم وادي الباسورد. طبعا زي ما انت شايف الموقع فتح معايا عادي جدا، والموقع دوت موقع افلام امريكيه. ما كانش راضي يفتح طبعا في المرحله اللي انا كنت بجرب فيها من غير ما اشغل البروكسي، ولكن عشان شغلت بروكسي امريكيه فانا دلوقتي الاي بي ادرس بتاعي او العنوان اللي انا داخل منه هو عنوان امريكي، وبالتالي اي موقع يقدر يفتح معاك عادي. وممكن نجرب والمارت مثلا. والمارت تقدر تدخل هتلاقي كل البرودكتس اللي موجوده في امريكا هتظهر عندك مهما كان البلد اللي انت عايش فيها. فخدمه البروكسي انت تقدر ان انت تكولكت داتا كتير جدا من مواقع كتير جدا وفي بلاد مختلفه لمجرد انك فعلت البروكسي او البروكسي سيرفيس او خدمه البروكسي. داتا امبولس بتوفر بقى البروكسيز كتير امنه وسريعه. لو رجعت تاني على الداشبورد، فين الداشبورد؟ هتلاقي هنا جاب لك الترافيك انت استخدمت قد ايه. يعني انا استخدمت بالظبط 13 سنت من ال 5 جيجا اللي انا مشتريهم، التوتال ماني هم 13 سنت.
فهنا طبعا بيجيب لك اي يوم انت دخلت فيه هيجيب لك الترافيك ماني اللي انت استهلكتها في التصفح عن طريق البروكسي اللي انت اشتريته. في عالم الانترنت دلوقتي الامان والمرونه بقت حاجه مطلوبه جدا، فموقع داتا امبيوليس بيوفر لك الاثنين بسهوله واحترافيه في نفس الوقت. سواء كنت مهتم بالبيانات او العمل الحر او حتى مستخدم عادي للانترنت وعايز تحافظ على الخصوصيه بتاعتك، لازم تجرب المنصه دي. هسيب لكم رابط المنصه تحت الفيديو، جربوه بنفسكم. ولو عندكم اي سؤال او حابين ان انا اعمل فيديو اعلمكم فيه ازاي تسجلوا في المنصه ونتعلم فيه حاجات اكتر عن المنصه، اكتبوا لي في الكومنتات. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. بحبكم في الله، اشوفكم الحلقه الجايه. سلام.